صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في خير وسعادة. في فيديو النهاردة هعمل معاكم وصفة صيامي سريعة قوي، تنفع للفطار او العشاء. سموها بسكوت، سموها رقيش، المهم هي حاجة ناعمة ودايبة ومقرمشة في نفس الوقت. من غير مجهود كتير ولا عجن ولا تخمير. طعمها حلو قوي، ناعمة جدا، تنفع للفطار تنفع للعشاء. حلوة أوي مع كوباية شاي الصبح. يعني وصفة سهلة وسريعة واقتصادية وكل مقاديرها متوفرة عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض، ونشوف الوصفة بتاعتنا الحلوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا. أول حاجة هنا هجيب بولة فاضية وهضيف كده فيها كوبايتين من الدقيق الأبيض. بعد كده هضيف 3 معالق كبار من السكر الحبيبات الأبيض، هضيف كمان ربع معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هقلبهم، وهضيف كمان نص كوباية من السمنة النباتي. نقدر نستبدل السمنة بالزيت، بس بالسمنة أحلى وأجمل، بتكون البسكوتة أو القرايش بتاعتنا ناعمة وحلوة، عكس الزيت بيخليها ناشفة شوية. ببتدي أبس الدقيق مع السمنة كويس قوي. بعد كده هضيف ربع كوباية من المية، هضيفها بالتدريج منضيفهاش مرة واحدة. ضفت كده حبة من المية وهبتدي أقلب الدقيق مع السمنة مع المية لغاية ما تتكون معايا عجينة كده شبه عجينة الكحك. شايفين ده شكلها؟ ما نعجنش كتير ولا أي حاجة، يدوبك بس نلم العجينة. شايفين ده قوام العجينة؟ طبعا هنشتغل فيها على طول، هي ما فيهاش خميرة ولا أي حاجة. برش كده رشة من الدقيق على الرخامة، وبعد كده ببتدي أفرد العجينة بتاعتي بسمك كده متوسط، لا تكون رقيقة ولا تكون سميكة قوي. هي كده كده مش هتعلى، يعني هي مفيهاش خميرة فهتدخل الفرن مش هتعلى ولا أي حاجة. بس بلاش تخلوها رقيقة قوي علشان ما تتحرقش، وبلاش تكون سميكة قوي علشان تستوي كويس في الفرن. فردت العجينة وبعدين هبتدي أقطع الأطراف علشان تديني شكل مستطيل. طبعا الأطراف دي أنا بعجنها تاني وبشتغل بيها عادي. بعد كده بالسكينة ببتدي أعمل خطوط على وش العجينة، بس منزلش لتحت. يدوبك بس بعمل رسمة كده على وش العجينة من فوق، مضغطش قوي علشان العجينة ما تتقطعش. بعد كده هقسم العجينة بتاعتي بالنص، وبعدين هبتدي اقطعها بقى ايه مستطيلات كده صغيرة على شكل بسكوت. طبعا احنا بدأنا صيام، كل سنة وانتم طيبين. فطبعا في الصيام بنكون محتارين ناكل ايه او نفطر بايه، فالوصفة دي حلوة قوي. بعد كده هنا معايا صينية مدهونة، ببتدي اشيل البسكوت بتاعي واسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. خلاص كده بعد ما خلصت كل الكمية هدخلهم على فرن ساخن درجة حرارة 180، احطها في الرف الوسطاني لغاية ما تاخد لون ذهبي من تحت. بعد كده بطفي الفرن واشغل الشواية من فوق ياخد لون ذهبي. بعد كده بطلعه. شايفين ده شكله بعد ما خرج من الفرن؟ شكله بجد حلو قوي، البسكوتة ناعمة جدا. شايفين ناعمة جدا ومقرمشة في نفس الوقت وطعمها حلو قوي، ومقاديرها كلها بسيطة وموجودة عندنا في البيت. شايفين مع كوباية شاي بقى بالليل او الصبح كده في الفطار، طعمها حلو قوي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.